سلقت حلة كرشه. عايزة نقول لكم بقى الناس ملمومة علي تسألني وتقول لي يا ام ابراهيم ريحتكم طالعة مش قادرين خالص، ولا ريحة الزرايب، الريحة مفحفحة وملحلحة وحاجة بالصلاة على النبي. بصوا الكرشة عاملة ازاي، حتة كرشة بلدي ومسكرة. أنا اليوم اللي نسلق فيه الكرشة نحب نسقطها في قلب الضمعة كده ويبقى مزاجي عالي، مش طايقة نفسي من الريحة. طبعا الصلصة عاملاها لونها فاقعة هي وجميلة ومطبلاها، والكرشة حلوة خالص، وحتى خورة بطاطس في قلبه عشان خاطر تبقى كمونية، مع اني ما عنديش كمون منعرفش هتبقى كمونية ازاي. حطيت رشة فلفل اسود وحبة كزبرة، وهنحط كزبرة تاني معاكم. يا لهوي على الحلاوة. شايفين طبعا اللون بيشهي ازاي؟ يا خرابي لو كلتوا الكرشة دي من ايدي قسما بالله ما عدتوا تاكلوا كرشة في حياتكم كلها تاني. الله كمان مجربة كرشة يا ولاد. نعمل الحلة من هنا ما عليهاش حل خالص. هنغرف بقى حبة الكرشة اللي انا عملتوهم عشان نقعد نطفح اللقمة كده. كمان ريحة الكرشة لحست لي دماغي خالص، سعرتني بقيت زي الكلب المسعور. نحبها قوي. بصوا الجمال والحلاوة مع حبة المرقة كده، حاجة بالصلاة على النبي مفيش حد يعرف يعملها إلا أنا. وحبة رز الشعرية حلوين كده برضو مغرفتين، ونقعد بقى ناكل ونريح بالي. تاخديها كده فم في قلب الصلصة وعلى بوجك وعلى طول تجروش. يا خرابي دي مش كرشة، ده عسل ناحي مع حبة الرز الشعري عليهم معلقة دمعة وقطمة بصلة. وللناس الاتيكيت بقى اللي عايزة تاكل بالراحة نعلم، تحط الكرشة كده وتاخدي معلقة صلصة حلوة تفضيها على الأرز وحتة بصلة حلوة كده وتنطوفة كرشة. الاتيكيت بقى عشان خاطر تعرفوا بس ان انا اتيكيتي خالص. الناس بقى اللي ما بتحبش الكرشة يا عبيطة منك ليه، دي بقى تعمل لك في بطنك تلبك لعوي، تخلي مصارينك من جوا ملعلعة والسكر ينور ويبقى احمر زي الطماطم بدل ما هو عليه غضب ربنا كده. بصوا اصلها مفيدة قوي يا ولاد، جربوها واعملوا زيي او ما تقولوا ليش لقيتوا طعمها